اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من على قناه من قلب التاريخ. بعض الحروب نراها على الشاشات، دبابات، طائرات، جنود، لكن هناك حروب اخرى لا كاميرات ترصدها ولا بيانات تعلن عنها ولا احد يعلم اين تبدا او كيف تنتهي. حروب تدار بالمعلومات، بالعقول، بالسريه. في تلك المنطقه الرماديه بين الامن والخطر تعمل اجهزه لا يعرف الناس الكثير عنها، اجهزه بتتحرك عندما يكون الخطر غير مرئي، ومن بين تلك الاجهزه يقف الامن الوطني المصري، الجهاز الذي يعمل في الظل لكي تبقى الدوله واقفه. بالنسبة لمفهوم الأمن الوطني، المعنى الحقيقي، ناس كتير بتتعامل مع الاسم باعتباره مجرد جهاز، لكن الأمن الوطني كمفهوم أوسع بكتير هو حماية الدولة والمجتمع والمؤسسات والاستقرار والهوية والأمن الداخلي. يعني حماية الدولة مش بس بالسلاح، لكن من أي تهديد قد يهزها من الداخل، وده يشمل الإرهاب والاختراق والتطرف والتجسس والتخريب وتهديد السلم المجتمعي. الدول القوية بقى عندها 3 دوائر حماية: حماية الحدود، وحماية القرار الاستراتيجي، وحماية الداخل. والدائرة الثالثة هي دور الأمن الوطني. الأمن الوطني ومعركة المعلومات. في العصر الحديث المعلومة أخطر من المدفع. المعلومة ممكن تمنع عملية، تكشف مخطط، تحبط اختراق، تنقذ دولة. علشان كده أجهزة الأمن الحديثة قايمة على جمع المعلومات وتحليل المعلومات وتحويل المعلومة لقرار، ودي معركة ضخمة لوحدها. من يملك المعلومة أولا يسبق الخطر أولا. بالنسبة لحرب ما قبل وقوع الخطر، فكرة الأمن الوطني مش رد فعل لكن استباق، يعني الخطر ما يوصلش أصلا، وده بيتم عبر الرصد والمتابعة والتحليل والتقدير والإحباط قبل التنفيذ. ودي أخطر أنواع المعارك، لأن النجاح فيها أحيانا الناس أصلا ما بتحسش بيها. بالنسبة لملف الإرهاب، الحرب الطويلة، الإرهاب مش مجرد عناصر مسلحة، دي منظومات، أفكار، تمويل شبكات، حضانات، تحركات. عشان كده المواجهة مش أمنية فقط، لكن معلوماتية وفكرية وتنظيمية. مثلا خلية صغيرة ممكن يكون وراها ممول وعنصر اتصال ودعم لوجستي واتصالات خارجية وتفكير، ده كله شغل معقد جدا. بالنسبة لملف الخلايا النايمة، من أخطر الملفات. ليه؟ لأن الخطر أحيانا لا يكون ظاهرا، قد يكون ساكنا لينتظر لحظة تحرك، وده معنى الخلايا النايمة، ولذلك الرصد المبكر هنا شديد الحساسية. بالنسبة لتجسس المعركة الصامتة، أفلام الجواسيس دايما درامية لكن الواقع أعقد. التجسس الحديث ممكن يكون معلومات، اختراق إلكتروني، تجنيد، تأثير، تسريب، وأحيانا المعركة هنا بدون إطلاق رصاصة واحدة، لكن نتائجها خطيرة جدا. الرصاصة قد تصيب هدفا، لكن المعلومة قد تسقط دولة. بالنسبة لحروب الجيل الرابع والخامس، الحرب الحديثة ممكن تكون شائعة: فوضى، تضليل، تحريك رأي عام، إرباك مؤسسات، ضرب الثقة بين المواطن والدولة، وده أخطر لأنه غير مرئي. تخيل دولة لا تهاجم عسكريا لكن تستنزف من الداخل، هنا الحرب بدأت بالفعل. الحرب السيبرانية، زمان التجسس كان أوراق، اليوم بيانات وسيرفرات واختراقات، هجمات إلكترونية، تسريب معلومات، وده فتح ساحة حرب جديدة. معركة الكيبورد أحيانا أخطر من معركة السلاح. كيف تعمل الأجهزة الأمنية الحديثة؟ بصورة عامة، أي جهاز حديث قائم على الرصد والتحليل والتوقع والإحباط وإدارة المخاطر، يعني شغل علمي مش مجرد تحركات ميدانية. غرف العمليات، عقل المعركة. تخيل غرفة فيها خرائط وشاشات وتحليلات، متابعة لحظية، قراءة مؤشرات. كل معلومة صغيرة قد تكون قطعة من صورة أكبر، وده جوهر العمل الاستخباري. الأمن الوطني والاستقرار الداخلي، استقرار الدولة مش أمر تلقائي يحمى ويدار ويؤمن، لأن أي خلل داخلي قد يتحول أزمة دولة، وهنا يظهر دور الأجهزة السيادية. لماذا السرية جزء من القوة؟ في أجهزة زي دي السرية مش غموض فقط، دي جزء من المهمة، لأن كشف الأدوات أحيانا بيضعفها، ولهذا طبيعة العمل هادئة وصامتة. الحرب النفسية، من أخطر الملفات، إسقاط المعنويات وزرع الشك ونشر الخوف وتحويل المجتمع لساحة ارتباك، وده سلاح حقيقي. الأمن الوطني ومفهوم الدولة الحديثة، الدولة الحديثة لا تحمي نفسها بالسلاح فقط، لكن بالمعلومة، بالوعي، بالمؤسسات، بالحماية الداخلية، وده جزء من الأمن الوطني بمعناه الأشمل. طب لماذا يسمى الحصن الخفي؟ لأنك قد لا تراه لكن وجوده يمنع الانهيار، مثل الجدار الغير مرئي، وهنا المعنى الحقيقي للحصن الخفي. الأمن الوطني بعد 30 يونيو، معركة استعادة الدولة. بعد تلك المرحلة التحديات الأمنية كانت كبيرة جدا، وبرزت ملفات شديدة التعقيد، منها مواجهة موجات الإرهاب، وشهدت مصر تحديات إرهابية عنيفة، وكان هناك تركيز كبير على رصد الخلايا المتطرفة وإحباط مخططات قبل تنفيذها، وتفكيك شبكات دعم وتمويل ودعم جهود المواجهة الاستباقية. حماية الجبهة الداخلية في أوقات الاضطراب، أخطر ما يواجه الدول هو اهتزاز الداخل، وهنا برز الدور متابعة التهديدات الداخلية ورصد محاولات التخريب ودعم استقرار مؤسسات الدولة ومواجهة محاولات زعزعة الاستقرار. الحرب على المعلومات والشائعات، بعد 30 يونيو ظهر بوضوح ملف حروب المعلومات والشائعات المنظمة ومحاولات التأثير على الرأي العام والحرب النفسية، ودي كانت ساحة صراع حقيقية.
المواجهة الاستباقية من أهم السمات في المرحلة دي فكرة منع الخطر قبل وقوعه، مش انتظار التهديد لحد ما يتحرك، لكن إحباطه مبكرا، وده جوهر العمل الأمني الحديث. مواجهة التنظيمات والخلايا كان في تركيز على تفكيك البنى التنظيمية المتطرفة وكشف شبكات الدعم ورصد التحركات السرية، وده كان جزء من حرب طويلة ومعقدة. سيناء ومعركة الدولة، ممكن تقول في تلك السنوات لم تكن المواجهة على الأرض، بل كانت معركة دولة ضد تهديدات متعددة. التحول نحو التكنولوجيا والمواجهة الحديثة بعد المرحلة دي، طبيعة التهديدات اتغيرت، تهديدات رقمية واتصالات مشفرة ونشاط إلكتروني وحروب سيبرانية. حين تنام المدن هناك من يسهر، حيث تبدو الحياة عادية هناك من يمنع الخطر قبل أن يولد. هذه ليست فقط قصة جهاز بل قصة حرب صامتة تدار في الظل، لكي تبقى الأوطان. الأمن الوطني المصري قد لا يتحدث كثيرا، لكن صمته أحيانا هو أعلى أصوات الحماية. وبكده تكون حلقة النهاردة انتهت. كان معكم محمد سالم. لو عجبتكم الحلقة يا ريت تدوسوا لايك وتدوسوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلوك كل جديد، ونتقابل في فيديو جديد. سلام.